سلام البنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم طاجين ديال اللحم بالسلاوي او القرعه السلاويه، كل واحد كيسميها على حسب المنطقه ديالو. هنايا كنحتاج جوج ظروف ديال اللحم على حسب كل واحد المتوفر عنده. غنحتاجو بصله كنقطعوها على هذا الشكل هذا، كنزيدو عليها الثومه 3 دروس ديال الثومه والربيع، كنزيدو عليها العطريه، عندنا معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، راس معلقه ديال السكينجبير، والملح على حسب الذوق. صافي كنقطعوا على هاد المطيشه حتى هي، كنديروا نص كاس ديال الماء باش كتخلط لنا ديك العطريه والثومه والربيع. صافي كنخلطوا به شويه اللحم، من بعد كنبداو نستووا الخضره ديالنا. انا هنايا عندي البطاطا وعندي السلاوي. كنستفوا البطاطا ديالنا مزيان. صافي دابا غنبداو نستفوا في السلاوي من الفوق. كنستفوا السلاوي ديالنا كامل حتى كنكملوه. كاين اللي كيقول ليه سلاوي، كاين اللي كيقول ليه القرعه السلاويه، كل واحد على حسب المنطقه ديالو كيفاش كيسمي. غنزيدو عليه الزيتون من الفوق، غنزيدو داك شويه ديال الربيع اللي نقصنا، القزبر والمعدنوس غنزيدو عليه من الفوق. صافي وغنغطيو عليه وغنديو فوق الفاخر حتى كيطيب. الطاجين ديالنا حطيناه فوق الفاخر، صافي غنخليوه حتى يطيب. دابا ندوزو نشوفو الطاجين ديالنا واش طاب. ما كنحتاجوش نديرو فيه الماء حيت السلاوي كيطلق الماء، بلا ما نحتاجو نزيدو الماء في الطاجين. صافي السلاوي ديالنا هو بعد ما طاب غنخليوه حتى كيشرب شويه ونقدموه. دغيا كيطيب فوق الفاخر، ما كياخذش الوقت بزاف. صافي الطاجين ديالنا بعد ما وجد ها هو حطيناه. نتمنى ان الطاجين ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه. شكرا على المشاهده، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، وما تنساوش اللايك. شكرا.